تعالوا النهارده نعمل مع بعض ألذ وأحلى كيكة بسيمة. أكلتها زمان من إيد أختي الله يرحمها وحببتني فيها جدا، بقيت بعشقها جدا. النهارده عملتها زي ما هي عملتها لي بالظبط. يلا ندخل على تفاصيل الفيديو النهارده. أول حاجة هنجهزها هو الشربات، كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، 3 شرايح من الليمون، وبرفعهم على النار لمدة 10 دقايق. القوام بيبقى بتاعه قوامه وسط، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. ولتجهيز الكيكة معايا 5 بيضات بلدي، ممكن تحطي 4 بيضات مستورد، عليهم كوباية من السكر، عليهم فانيليا، عليهم عصرة نص ليمونة. الليمون بيضيع زفرة البيض وبيفتح لون الكيك. طبعا انا خفقتهم مع بعض لغاية لما بقي قوامها كريمي وتضاعف حجمها. ضفت بعد كده كوباية كبيرة من الزبادي. بعد كده ضفت عليهم كوباية إلا ربع من الزيت، نزلت بالزيت سرسوب سرسوب كده، ما نزلتهوش دفعة واحدة علشان ما يهبطليش الهواء اللي دخل أثناء خفق البيض. وهركن كده على جنب. هجهز المواد الجافة، معايا كوباية من الدقيق الكيك، عليهم كوباية من السميد، عليهم نص كوباية من جوز الهند الناعم، معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. انا استخدمت هنا كيك شيف، يعني نص كيس الكيك شيف. وبنزل كده بالدقيق شوية بشوية علشان ما يهبطليش الهوا وما يكلكعش كده في البولة من تحت. وكده جهزنا خليط الكيك. جبنا البيركس بتاعنا 20 في 30، وممكن تستخدمي 20 في 20 لو انت عايزة الارتفاع اعلى من كده، بس انا شايفة ارتفاع الكيكة هنا حلو جدا. طبعا بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد معايا 35 دقيقة وبتبقى بالشكل ده. هنختبرها بخلة، لو طلعت نضيفة يبقى كده هي تمام. هسلكها كده من الجوانب بالشكل ده علشان عايزة اقلبها على طبق تقديم علشان اسقيها وهي سخنة. جبت الطبق وهاقلبها كده. بعد كده هاجيب خلة وابدأ اخرمها كده علشان اسقيها بالشربات. بعد كده جبت الشربات وباسقيها كده، بتشرب الشربات كله بتاعها طبعًا. شربت كل الشربات اللي إحنا عملناه مع بعض. طبعًا لمّا بتبرد بتبقى طعمها حكاية، طعمها حلو جدًا، ما بيتشبعش منها. طبعًا أنا قشرت الوش، كان سهل عليَّ جدًا إن أنا أقشره، وبعد ما هي شربت الشربات بتاعها باقطعها كده زي ما أنتم شايفين كده، طرية جدًا وهشة خفيفة خالص. هازيّنها طبعًا بجوز الهند وأنصاف من الكريز. طبعًا التزيين ده لو عايزة تقدّميها كده يعني هي تحفة جدًا من غير تزيين، بس أنا عشان التصوير إن أنا أعمل لها صورة وكده، لكن هي شكلها طعمها وشكلها من غير التزيين جميلة جدًا، جدًا، جدًا. لو مش بتحبي الكريز ممكن تحطي مكسرات زي ما تحبي. عايزة تقدّميها سادة جميلة جدًا. نشوف قطعة مع بعض كده ونشوف ارتفاعها ونشوف لونها من جوّه. ده ارتفاع الكيكة، وده لونها جميلة جدًا وبتدوب في البُق دوب، حرفيًا بتدوب في البُق دوب. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، يا ريت ما تبخلوش عليَّ باللايك والاشتراك. ربنا يحسن ما بين إيديكم وإيديّا.